كان سائق تاكسي ينقل طفلا صغيرا إلى المدرسة كل يوم، وكان الطفل دائما يقول له: أنت أفضل سائق في العالم. وكان الرجل يبتسم ويرد: وأنت أفضل راكب في العالم. في اليوم التالي جاء سائق التاكسي ليأخذ الطفل إلى المنزل. دخل الطفل السيارة وبدأ بالبكاء. سأله السائق: لماذا تبكي؟ قال الطفل: اليوم كان يوم الأب في المدرسة، وكان كل الأطفال مع آبائهم، لكن أنا لا أملك أب. عانق السائق الطفل وقال له: لا تقلق، كل شيء سيكون على ما يرام. هل أنت جائع؟ أجاب الطفل: نعم. فذهب السائق مع الطفل إلى محل لبيع الآيس كريم. عندما انتهوا من الأكل خرجوا من المحل، لكن السائق نسي مفاتيح السيارة على الطاولة. دخلوا السيارة وقال للطفل: انتظرني هنا، وذهب ليأخذ المفاتيح. بقي الطفل في السيارة ولاحظ صورة للسائق وأمه. عندما عاد السائق سأله الطفل باستغراب: ما هذه الصورة؟ فأجاب السائق: لو شايف اسم الله غالي عليك اعمل لايك واشتراك. هذه زوجتي السابقة، تركتني وأخذت ابني الصغير البالغ من العمر سنة واحدة، لكن هذه أمي. تغير وجه السائق وامتلأت عيناه بالدموع وقال: أخيرا وجدتك يا بني.